سلام دراري. صراحة المستوى اللي قدمه زياش البارحة ضد دورتموند وخلى الجماهير ديال تشيلسي تغنى به وقامت بتعليقات اللي واعرة رغم الخسارة بهدف مقابل لا شيء. هو اللي كاين في الفريق والتمريرات ديالو حشومة يضيعوا بديك الطريقة. نبداو بأول تعليق. تمريرات زياش لا تستحق هذا الفريق، يعني ما كاينش معامن وما كاينش كيستغلهم. واحد اخر قال تمريرات زياش كبيرة، يعني شي حاجة اللي خيالية وبزاف، فقط بهذا السيمبول او هذا الرمز. هذا جاو من الاخر قال لهم زياش هو افضل لاعب في تشيلسي، يعني ما كاينش شي واحد بحاله حاليا في تشيلسي. واحد اخر قال تمريرات وزياش كبيره جدا بالنسبه للاعبي تشيلسي. هادشي اخويا كنلاحظوه، كتحس باللاعب كيعطي تمريرات عالميه لكن اللاعبين كيضيعوه بغرابه وكتحس فيهم صغار وما عندوش فينيش، وهادي حشومه بخصوص هافرز وفيليكس البارحه رغم انهم قدموا مردود جيد. واحد اخر قال أليس كذلك يحتاج تشيلسي إلى شخص يمكنه إنهاء تمريرات حكيم زياش، يعني فينا هو المنهي للهجمات. واحد اخر قال زياش تمريرتان أين لاعب المنهي، يعني عطى دو باس اللي هو عارفين خطيرين بالخصوص اللي عطى فيليكس، وأيضا الكرة اللي بريبارها الجيمس اللي ضربها وتصدر الحارس. واحد اخر قال لوحات زياش حرية بحاجة إلى مهاجم أفضل، الفرص الضائعة أو مفوتة. ونختموا بالتعليق التمريرات الطويله من زياش شيء اخر. البارح ما عطاش غير دي باس قصار او باس اللي كما كنقولوا في الارض، عطا حتى باس طوال وكان كيدير دو شونجمون دو بال للاعبين الكبار، لكن للاسف طاح غير مع العيانين في فريق تشيلسي بالخصوص المهاجمين اللي ما كيعرفوش يستغلوا الكرات ديالو. صراحه زياش رغم هادشي اللي طرا ليه كان غادي لباريس وعاوتاني رجع وقدم كاع اللي في عنده وكيتقاشل وكيدير كلشي. عقليه كبيره عند اللاعب المغربي. هذا مكان وتهلاو في راسكم.